خلصوني. ايوه انا شحاته، انا شحاته ومتسوله. واحده دخلت اتعرفت عليا عبر شبكات الانترنت، والست دي من اخطر الشخصيات ومن اخطر الناس اللي دخلوا حياتي. ست خطيره جدا. اولا مجرمه، حراميه، شحاته. انا شحاته ومتسوله. تالت قتله. هتقولي طب ازاي يا هناء انت عرفتي شخصيه زي دي؟ انا ما كنتش اعرف ان فيها كل العبر دي الا في نهايه علاقتي بيها. بدات تحكي لي بعض. انا بقول لكم انا صاحبه جرايم، خلي البث موجود، عايزاهم ياخدوا البث يروحوا بيه على البوليس. انا بقول لكم انا صاحبه جرايم. بعض الحاجات عشان يعني تكسب عاطفي او عشان تستعطفني. حبت توصل لي ان هي ممكن عايزه تمشي في طريق غلط عشان انا اقف جنبها واعمل حاجه عشان انقذها من الطريق الغلط ده. لكن هو دايما اللي فيك يا غالية بتجيبيه في الناس. مش فاكر عليك يا بنت لما سجلت الأماني بتاعت الإمارات اللي هي الداعمة، تقولي لها أصل بنتي جايبة لها عربية ب15,000 يورو وأنا تعبانة، وشمخوها وضربوها عند ماكدونالدز وكلهم ده كله عشان خليت إسلام مسيو جانو. انت يا بنت في بلد مين؟ شيكواوا؟ في بلد شيكاغو ولا شيكواوا؟ لما يضربوها كده في الشارع عند ماكدونالدز ويبهدلوا بنتك التانية والأولانية شمخولها عربية ب15,000 يورو، كنت بتحتكي في أماني بتاعت الإمارات عشان تبعتلك يا بت؟ هتبعتلك 15,000 يورو يا بت؟ أمال يا أختي اللي بعتولك بقى أيام مسيو جانو كان قد إيه يا بت؟ يخرب بيتك من حالك، ده انت واخدة هبرة كبيرة قوي. طيب تعالوا نسمع يا بنات بصوتها وبالفويسات بتاعتها وهي بتستعطف الست الايه الداعمة، علشان قال ايه مفكرة ان الداعمة هتبعت لها. الله اعلم، من هنا انا معرفش بعتت ولا لا، لان كذا مرة بتستقطف الناس. فدلوقتي جاية تتكلم على قماشة اللي طلعت اسرارها وطلعت كل حواراتها لأم بدر لما هي اتكلمت في ولاد ام بدر وبنات. صباح الخير مدام اماني، ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير. انا بشكرك جدا. انا والله ما ردتش على اي حد من امبارح الا عليكي انتي بس. انا بقول لك الحمد لله. يعني انا رحت امبارح بناتي لما لقوني منهاره وبصوت كتير، امبارح صوت بس ربنا يسامحني، يعني مش بايديا، يعني انهارت وقعدت اصوت انا، بس مش عايزه غير ان ربنا يسامحني. يعني اصوت، ما كنتش في كامل قوى العقليه، قعدت اصوت واخبط على وشي، ما كنتش مبسوطه. بس ودوني يعني الاسعاف، المستشفى اللي هي بتاعت النفسيه، يعني مش يعني مش مجانين، بس اللي هم تعبانين نفسيا وكده. الحمد لله هدوني وادوني برشامة نيمتني. وإن شاء الله بإذن الله هخرج النهاردة بعد الظهر، ما فيش أي حاجة، يعني أنا مؤمنة بالله وقمت الحمد لله وصليت وكل حاجة ودعيت من ربنا، قلت له يا رب أنا بشكي بس وحزني لك، خليك معايا يا رب. أنا والله يا مدام أماني ما مش عارفة أقولك إيه، أنا حزينة على اللي بيحصل والله. انا بناتي وانا في اسبانيا يعني كانوا بيكلموني، يعني ازيك يا ماما عامله ايه، كل يوم كانوا بيطمنوا عليا المساكين. بس جت ياسمين كده قالت لي ماما انت هتيجي امتى، احنا محتاجين لك يعني وكده. حسيت ان في حاجه، قلت لها ليه؟ يعني في حاجه، لان انا رحت مصر وقعدت شهرين، بس حسيت ان ياسمين في صوتها حزن. قالت لي ماما انا حاسه ان هموت، فالكلمه قلقتني قوي، يعني الكلمه بتاعت بنتي قلقتني قوي. انا عملت فيديوهات هناك، كنت مسجلاها انا وعبير وننزلها، ورحنا اماكن سياحيه، صورت كتير وتعبت والله في التصوير، تعبت قوي قوي، وفي المونتاج، وعلى اساس ان انا انزل الفيديوهات دي. وصورت معاها فيديو الوداع. بس انا كلمة بنتي قلقتني، بس اللي فوجئت لما جيت على فرنسا، بنتي الكبيرة جايبة عربيتها ب15,000 يورو. انا مش زعلانة على الفلوس والله مش زعلانة على الفلوس، احنا دفعناها بالقرض يعني، بس زعلت على حزن بنتي وألم بنتي، يعني زعلت على حزن فيروز وألمها وبكائها. آه مش عارفة اقولك ايه. آه
بنتي فيروز كانت جت قعدت مع ياسمين الفترة اللي أنا مش موجودة اللي أنا مش موجودة فيها، وكانت ركنت عربيتها قدام البيت. في ناس جم هم ما شافوش الناس دي ومشوا على عربية بنتي كلها بسكينة من كل الجوانب. أنا زعلت مش على عربية، والله ما يهمنيش الفلوس، أنا زعلت على حرقة بنتي وبكائها بكائها ألمني. هي تبكي وتقول لي ليه كده يا ماما. زعلت عليها أوي. وكمان عند ميسيو جانو في جرح في عربيته من الجنبين. احنا طبعا اشتكينا، مش ما اشتكيناش، بناتي اشتكوا، بس البوليس قال شوفوا الموضوع ده مع التأمين، يعني احنا مأمنين العربية، بس مأمنين العربية مش مأمنينها التأمين الغالي، يعني مأمنينها التأمين العادي اللي هو اللي بنسميه تياخ، لأن في تأمين اسمه توريسك وفي تأمين اسمه تياخ. احنا واخدين التأمين الرخيص شوية، والتأمين مش هيصلح لبنتي الجروح اللي بره. عربية بنتي جديدة مش، بس انا ما اعرفش مين اللي بيعمل فينا كده. ما اعرفش مين اللي بيعمل. انا قلت للناس معلش اذوني، انا مش مشكلة يعني يخبطوا عربيتي يكسروها لي او يحرقوني او مش، بس مش عايزة الناس اللي حواليا يتأذوا. في ناس كمان راحوا لأم بدر على البيت، عرفوا عنوانها منين معرفش. بتقولي خبطوا عليها الباب، ومش أول مرة أم بدر تتحمل عشاني. في ناس راحوا خبطوا عليها الباب هيكسروا الباب، أخوفوها هي وبناتها، وطلع ابنها واجههم واتخانق معاهم مشاهم. ناس يخبطوا يقولوا عايزين ام بدر عايزين. عرفوا حتى عنوان ام بدر من فيديوهاتي لما صورت الشارع اللي هي فيه وصلوا لها. بس انا ما اعرفش، كل حد بيقرب مني واشوفه يطلع معايا في الفيديوهات بيأذوه. حتى قناة شمس اللي كانت بتطلع تدافع عني طلعت بعد كده حربتني. في ناس وصلوا لها كلام بالخطأ، ما اعرفش مين اللي بيوصل الكلام ده. انا ما بيطلعش على لساني اي حاجة وحشة لحد. عبيرة عشان دخلت الإسلام دخلوا لها على الكونت بتاع الفيسبوك وعلى الكونت بتاع اليوتيوب، شتموها كل شوية، بتمسح. وفي ناس شتموا الرسول، وفي ناس قالوا على الرسول كلام وحش جدا. وانا خايفه، ما بقتش مش خايفه من، انا مؤمنه بالله يا مدام اماني، الله يخليكي فهميني. انا والله العظيم مؤمنه بالله. انا اول ما شفت المصايب اللي بتحصل لنا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أنا راضية بابتلاء الله، يعني الحمد لله. أنا مؤمنة بالله وعندي رضا، عندي رضا وكل حاجة مؤمنة بالله. بس أنا خايفة على الناس اللي حواليا، خايفة على الناس اللي حواليا يتأذوا بسببي أو بسبب القناة. الناس اللي بيحاربوني يبقى يحاربوا الناس اللي بيحبوني. بقيت خايفة على كل عزيز علي، خايفة على مسيو جانو، خايفة على بناتي، خايفة على رضا، خايفة على أولاده، خايفة على كل حد بحبه. لكن أنا عن نفسي ما يهمنيش، حتى لو مت شهيدة أبقى فرحانة إن أروح لربنا بإن أكون طاهرة من كل شيء. بس أنا بزعل على حزن بناتي، خايفة على بناتي، خايفة عليهم. يعني بقيت اتضايق يا مدام امان، الموضوع زاد عن حده. انا متأكدة الست اللي عايشة في باريس دي هي اللي بتبعت ناس يأذوني ويأذوا مسيو جانو عشان تكره الناس فيا. بنتي فيروز بتقولي ان هي في الفترة اللي انا ما كنتش فيها، قالت لي ان هي راحت علشان تجيب سندوتشات لي هي واختها. بتقولي وانا في المطعم اللي بجيب هو جنب بيتنا، المطعم ده مش بعيد، هو ماكدونالدز. كانت رايحة تجيب سندوتشات سمك وفريت، فقالت لي يا ماما واقفة في الباركينج، واقفة في المكان اللي بطلب منه الكوماند، راح في ولد شاب جه جاب كلب. والله العظيم زي ما بقول لك كده مدام ادم، اقسم بالله ما اكذب. قالت لي جاب كلب كبير وراح رمهولها على الازاز بتاع العربيه، وهي جوه العربيه قعدت تصوت. وقالت لهم ليه بتعملوا كده، في ايه؟ قالت لهم احنا عملنا ايه، انتوا بتعملوا كده ليه؟ بعد كده الولد قعد يضحك وكل شويه عايز يخوفها بكلب اسود كبير يحطه لها على العربيه. البنت قعدت تبكي وتصوت تقول لهم ليه بتعملوا فينا كده ليه؟ احنا ما نعرفش الناس دي. طبعا هي بنتي بلغت، راحت هي وياسمين بلغوا يعني. راحوا فين يا اختي بلغوا هي وياسمين؟
ليه حبيبتي؟ هو مفيش تليفون ان انت تجيب البوليس يثبت حالة قدام البيت علشان يعرف مين اللي عمل كده او مين ضربها عند ماكدونالدز وكان موجود كاميرات؟ ليه مرة كنت انتي افكر البنات من باب فكرهم منكد عليكي لما كنت قاعدة في العربية في مرة وعاملة لايف وبعد كده قفلتيه او فيديو والبوليس جالك وسألك انت واقفة هنا ليه؟ قلت له واقفة شوية، طلعت الأوراق بتاعتك كلها وعمل معاكي كنترول وطلعت قلت بلسانك ده كله في الفيديو. فاكروني يا بنات من باب ايه فكرها ونكد عليها. اوكي تعالوا نكمل. اصلا وبنتي ضربوها عند ماكدونالدز. مين اللي يضرب يمد ايده على حد عند ماكدونالدز او في الشارع او في البيت؟ مفيش حد يجرؤ لان كل الشوارع متراقبه بالكاميرات. من هنا يا بنات عشان اقول لكم ايه اللي بينها وبين قماشة، ان هي راحت اتكلمت في مبادر واتكلمت في الناس اللي راحت عندهم اللي هي مبادر وبناتها وجوزها وابنها، وقالت كل حاجة عند الست سوا فيها او مش فيها لقماشة. وجوزها دلوقتي رضا طبعا طريقها هو اللي اعترف بالكلام وقال هو ده سبب المشكلة اللي بينها وبين قماشة. مين قماشة يا بنات عشان مش تضيعوا مني؟ قماشة دي اللي هي طالعة تتكلم فيها وتقول عليها قال ايه دخلت لها علشان تساعدها، مع اني جبت لكم مقطع من لايف قريب واحدة بتقول لها ساعديني، قالت لها ده انا وكل اللي في اللايف شحاتين، خلي حد يساعدني ويساعدك. شفتوا الكلام متناقض ازاي؟ دي بقى اللي هي بتتكلم فيها دلوقتي، وجبت لكم بلسان رضا ايه اللي حصل بسبب فويساتها الزبالة اللي طلعت على الناس اللي كرموها اللي قبلوها وشرفوها. فهمت علاقة الفيديو ده والفويس اللي راح لأماني بتاعت الإمارات عشان تستعطفها وتقول لها ده أنا مهددة أنا وميسيو جانو وبناتي، وعربية بنتها اتشمخت عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر بنتها كان بتحب الولد المغربي، والولد المغربي أهله مش حابينها ومش عايزينها تبقى مرات ابنهم، وبيقولوا لها وبهددوها خلي بنتك تبعد عن ابننا ومش نافع، وده سبب تشميخ العربية والتهديد اللي حصل لها مش أكتر. الحمد لله رب العالمين، ربنا نور لي بصيرتي. بدأت أكتشف شوية بشوية قبل ما أقطع علاقتي بيها إن الست دي مش تمام، والست دي فعلا أذتني وأذتني كتير قوي 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 قوي. طيب في ناس هيقولوا لي طيب يا هناء لما هي أذتك ما طلعتيش تتكلمتي ليه ساعتها وحكيت لنا القصة دي وقتها؟ ليه طلع في الوقت الحالي؟ ما طلعتيش لأنك كنت حاطة ومتأكدة 1,000,000% إن الكلام مش هيوصل لمبادر، وكنت عمال ماشية معاها في السيستم اللي هي ماشية معاكي فيه. وبعد كده قلت ما اطلع اعمل بقى فيديو لان كده كده القصة وصلت مبادر والكلام اتنقل لها عن طريق لسانك والفويسات بتاعتك اللي خربت العلاقة اللي بينك وبين مبادر، ورضا أكد كل حاجة في الفيديو. تعالوا نكمل القصة. أنا هرد على كل أسئلتكم واعتبروا إن دي الحلقة الأولى، لأن في سلسلة حلقات كتيرة جدا. الست دي أي نعم عرفتها في فترة قصيرة، لكن في الفترة القصيرة اللي أنا عرفتها فيها دي بمعنى أصح كده دمرت لي حياتي نفسيا ومعنويا وصحيا. عشان كده أنا بقول لكم من أخطر الشخصيات فعلا اللي دخلت حياتي. من هنا جبت لكم الفويس اللي كان معترفة فيه بكل حاجة على مبادر، وإن الست راحت قالت لمبادر كل حاجة المفترية قالتها عليها، وجبت لكم الفويس بلسان المفترية وهي بتعترف لمبادر ان هي ما قالتش كل حاجة، وهي ما قالتش غير اللي حصل لها والخير اللي شافته على ايديها، وان انا ما قلت لهاش اي حاجة مباشر. يلا يا مفترية يا مفقوسة، وانت اللي خاربة حياتك بنفسك لانك ست بس ما قلتلهاش اي حاجة بطريقة مباشرة او بطريقة 100 محدش يعرف حاجة.
قلت لها ان الست دي اضطريت اقول لها ان الذهب دوت مش حقيقي، عشان كانت عايزاني ابيعه، كانت عماله بتتحايل عليا ابيعه عشان اعمل معاها مشروع. فعشان اخلص منها قلت لها مش حقيقي خلاص، انا صورت الفيديو كده وخلاص. لكن هي كانت بتستأذني عشان تقول لي هتساعدني. المهم انا مش عايزه اعيد عليك الكلام ده تاني. انا كل اللي طالباه منك في الرساله دي ابعتي لي كلمة، او لو مش هتقدري تكتبي كلمة ابعتي لي حتى ستيكر بكلمة بايدين بتقولي لي مسامحاكي، برسمة ايدين قولي لي مسامحاكي عشان اقدر اعيش حياتي. اتساعدك في ايه بقى يا نقة يا حلبقة؟ الست قماشة اتساعدك في ايه؟ قالت لك هاتي الذهب اللي اديتهولك ام بدر واحنا نعمل مشروع عشان نسد المبلغ بتاعك اللي انت طالعه تكدبي على الناس وتستعطفيهم وتقولي لهم قال ايه عليكي 100,000 يورو. يخرب بيتك 100,000 يورو يا بت، يا بت قولي في ضرايب على املاك وعلى شغل وعلى مش عارف ايه، وانا غلبانه وانا. طيب حد لا، قصه 100,000 يورو قصه وهميه من تأليف وإخراجها. معرفش بتجيب القصص دي منين. ما كنتش في موضوع العربية، أنا قلت جايبة عربية غالية و15,000 يورو وجرحت، لكن ما أقدرش أشهد شهادة أنا ماليش دخل بيها. يعني أشهد شهادة كده ماليش دخل بيها، ما ينفعش، لأن هتحاسب عليها قدام ربنا. هكذب؟ ما ينفعش أكذب. هم يمكن ما اذونيش 1% قدها، لاني عن طريقها هي وزعت اشياء للشراشيح فعلا اذتني وفعلا تعبتني نفسيا. لما تثقوا في انسان لا مؤاخذه. منهارة وبصوت كتير، امبارح صوت بس ربنا يسامحني، يعني مش بايديا، يعني انهارت وقعدت اصوت انا، بس مش عايزه غير ان ربنا يسامحني. يعني اصوت، ما كنتش في كامل قوى العقليه، قعدت اصوت واخبط على وشي، ما كنتش مبسوطه. بس ودوني يعني الاسعاف، المستشفى اللي هي بتاعت النفسيه، يعني مش يعني مش مجانين، بس اللي هم تعبانين نفسيا وكده. الحمد لله هدوني وادوني. طبعا انهارت ولطمت وعملت ده كله علشان الكلام اللي قالته وسجلته على الماسنجر كله لقماشة، وقماشة حولته على ام بدر، وام بدر بعتت لها برضه فويسات وقلبت الدنيا عليها وقالت لها عمرك ما تجيبي اسم تاني على اليوتيوب، وباب وقفلته وانتهى. هي تعمل ايه؟ تلطم بقى وتصوت. ايه ده؟ ما شفتيش خير يا بنتي؟ هو انت الفلوس هبلتك؟ هتمشي وتسيبها يا غبية؟ يخرب بيتك من حالك، انت مفترية. وتفتكروا ان هو انسان محترم ويعرف ربنا. صعب جدا انك تتخدعوا فيه، وخاصة ان هي مثلت عليا، يعني مثلت صح. انا اديها 10/10 في تمثيلها عليا. بتمثل حلوة قوي 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 قوي. بلعب رياضة. يا اختي الدكتورة قالت لي لازم تلعب رياضة تتمشي. زيني او اذتني فعلا في الوقت ده. انا ما اكدبش عليكم وهكون صريحه جدا في كل كلمه هقولها لكم. الست دي تاذيني وخلاص، يعني بدات بالاذيه. بصراحه في التوقيت ده انا اولا اتصدمت، جات لي صدمه نفسيه، ما كنتش قادره اتكلم. يعني اصابني الهلع والذهول وصدمه كبيره جدا. ثانيا انا كنت في الفتره دي بصراحه كنت شاريه طليقي. انا بكلمكم بكل صراحه، اللي عاوز يتكلم ويقول اللي هو عايزه يتكلم. انا النهارده هفتح لكم قلبي واطلع لكم كل حاجه. في الفتره دي انا كنت بصراحه شاريه طليقي، وفي نفس الفتره اللي بدات تاذيني وكنت عايزه ارجع له، وكان على يدكم. عملت المستحيل، عملت فيديوهات، عيطت، بكيت، سافرت، رحت له. عشان كده ما كنتش عايزه اكبر حجم المشكله، لاني كنت شارياه بجد، وكنت عايزه ارجع له واكمل حياتي معاه بجد. فما كنتش عايزه افتح اي موضوع يعني نفسي
كدبتني يعني بمعنى اصح ان انا ناوي خير وعايز انزل اجيب لها كل ما املك. ما هو انا كنت شغال في فرنسا مش شغال صايع، ما كنت زي ما هي بتقول بدور على حد يصرف عليا. الحمد لله رب العالمين شبعانين، نشم ظهر ايدينا نشبع. شارية بين يا اختي، ده الراجل طلع بلسانه يا اختي وقال لك راح باريس عشان يجيب فلوس سلف. لما قلتي له ولاد الطيار هيبيعوا الشقة وانت لكي 30%، قال ايه حق الخدمة، وهو غلبان وصدق وقال لك اروح اجيب لك من باريس من ابن عمه بس يوني واصحابه ما لقيش معاهم المبلغ. قال منزل مصر، رحت اتهمتيه انه قابل عبير، ورحت ضربت عبير في ام بدر وقلت ده بتاعين السعوديه جابوا لي فويسات. رضا طلع قال لك في اللايفات ورينا الفويسات على الملأ وهو راضي وانت كدابه. يا بنت لمي بيتك وروحي صلحيه، وما تفتحيش قصص مع الناس ولا تحكي لهم اي حاجه، عشان يمكن لو انا فتحت فيديوهات واتكلمت معاكم عملت معايا الست دي والقرعه، قلت يمكن اخسر صديقي، ويمكن فعلا حطيت الصورة عشان الناس تشوف مين القرع من باب ذكركم ونكد عليه. ما يرجعليش لو طلعت اتكلمت. فانا كنت ساعتها شاريه بيتي قوي. فاول حاجه كان اول سبب ما خلانيش اتكلم ان انا كنت شاريه طريقي ومش عايزه اكبر المشاكل. ثانيا قلت سيبيها لرب العالمين، هياخد لك حقك منها اكيد، وسكت. ودي يعني حاجات مش كويسة. اليوتيوب احنا فاتحينه محتوى، وانا قبل كده قلت انا فاتحة قناة عشان اقدم لكم محتوى مفيد، محتوى يستفاد منه الناس، طبخة، روتين، طاقة ايجابية، فلوج. لكن مش فاتحة عشان اتكلم على مشاكل الشخصية. وده ناس كتير جدا قالوا عليه، قالوا اليوتيوب مش ساحة يا جماعة عشان نطلع نرد ونتكلم على بعض او نظهر حياتنا الشخصية او نظهر مشاكلنا الشخصية. المفروض الحاجات دي كلها تبقى ورا الشاشة، يعني نقدم حاجة للجمهور واحنا بشكل كويس، يا اما ما نقدمش خالص بحاجات وممكن تقولك على حاجات خاصة قوي تفضح نفسها. يعني في واحدة ممكن تتكلم على شرفها وشرف عيالها، في ناس هيقولوا لا مش ممكن، انت هناء كده يعني بتأفوري. طب انا هحكي لكم القصة وهقول لكم ليه هي اتكلمت على شرفها وشرف ولادها وقالت لي هي بتعمل ايه. هي قالت لي علشان تستعطفني واديها فلوس. قالت عايزة تساعديني لوجه الله، انا عايزة اللي يساعدني لوجه الله. يعني انت دوري لي على حد كمان يساعدني معاكي، انت دوري على حد يساعدك وشوفي لي حد معاكي يساعدنا احنا الاتنين لوجه الله. لي ان هي ماشيه في طريق غلط عشان انا انقذها. يعني عايزه تقول لي بما معنى، يعني بصوا ايه، لما تكون واحده تقول لك ايه، انا ما عنديش فلوس، انا مش لاقيه اكل اشرب انا وعيالي، انا مش لاقيه اكل، انا مش لاقيه اجيب عيش، انا مش لاقيه اجيب لبن، انا هيجي المستاجر هياخد البيت عشان مش دافعه ايجار بقالي كام شهر. فتقول لك ايه، خلاص انا هضطر امشي في الطريق الغلط، انا ما عنديش طريق امشي فيه غير كده، انا همشي في لا، مش انا قلتلك النهاردة شعرنا في الفيديو من باب ذكرهم ونكد عليكي؟ طب استني يا وليه، مش انت اللي طالعه بالفويس وبتقولي ان قماش قالت لك هات الدهب اللي عندك اللي انت خدتيه من ام بدر على فلوس من عندها وهتفتح لك مشروع علشان تسد الدين بتاعك اللي هو 100,000 يورو بالكذب بتاع الضرايب؟ قال لا، هو منين بيودع على فين؟ يعني هي الولية قالت تساعدك وتعمل معاكي مشروع، لقيتك خريتي زي الجردة لكل حاجة على ام بدر وعيالها. فالولية مش ادتك الامان، قالت بس استب على كده. حتى انت الامارية فضحتيها وطلعت صور بناتها وما زالت عندك على القناة. يا مفترسة يا كدابة، قال مش لاقية تاكل وهتمشي في الحرام. هي اضطريت اقول لها ان الذهب دوت مش حقيقي، عشان كانت عايزاني ابيعه، كانت عماله بتتحايل عليا ابيعه عشان اعمل معاها مشروع. فعشان اخلص منها قلت لها مش حقيقي، خلاص انا صورت الفيديو كده وخلاص. لكن هي كانت بتستأذني عشان تقول لي هتساعدني. المهم انا مش عايزه اعيد عليك الكلام ده تاني. انا كل طالبه منك في الرساله دي ابعتي لي كلمة، او لو مش هتقدري تكتبي كلمة ابعتي حتى ستيكر بكلمة بايدين بتقولي لي مسامحاكي، برسمة ايدين قولي لي مسامحاكي عشان اقدر اعيش حياتي.